السلام عليكم من جديد في الكيز اوف ساينتفك ريسيرش كورس. معانا النهارده مع ليكتشر 25، حلقه مميزه جدا بالنسبه لي واللي كنت مستنيها بقالي كتير، وهي how to get an idea، لانها يعتبر السؤال ده والاجابه عن السؤال ده هي محصله كامله لل 24 ليكتشرز اللي فاتوا. والناس اللي متابعه معانا ومركزه من بدايه السلسله وبتراجع اول باول اعتقد هتلاقي ثمرة ده النهارده. في الحلقة النهاردة معاكم عبد الله الوكيل، ويلا بينا نبدأ. احنا طبعا في ريسيرش تولز والتكنولوجي في شابتر 3. حابب اقول لكم مفاجأة النهاردة ان دي اخر حلقات او اخر محاضرات الداتا كولكشن، وهنشوف بقى لغاية البوينت دي او نهاية البوينت دي احنا هنقدر نوصل ليه. طيب احنا في الريسيرش تولز والتكنولوجي في الداتا كولكشن خدنا جوجل سكولر، خدنا ساي هاب، خدنا ايجيبشن نوليدج بانك، خدنا سكوبس، خدنا كونكتد بيبرز، خدنا ريسيرش رابت، وخدنا ريسيرشر، واتكلمنا على كل حاجه بالتفصيل واستخداماتها، وان شاء الله يعني تكونوا متذكرينها بشكل كبير. النهارده اخر حاجه في الداتا كولكشن هي السؤال بتاعنا how to get an idea، وازاي هنربط كل ما سبق عشان نوصل للسؤال البسيط ده. طيب ازاي نجيب فكرة وحشية؟ طيب انا تعبت شوية وعملت لكم كل الحاجات الملعبكة دي، تعالوا نفسرها واحدة واحدة. طيب هناخد كده هنمشي يعني ايه يعني كل درجة واحدة واحدة، وهننزل وهنشرحها بالتفصيل. أول حاجة هنا، لو أنا افترضت إن أنا كيمستري، أو إن أنا في كلية طب أو كلية علوم أو كلية آداب أو whatever، فأنا في تخصص معين ده الميجور بتاعي بشكل أساسي. تمام، ده أنا والله باخده في الكلية في اليونيفرسيتي بتاعي، بناخد بوكس كتب وبنبدأ نعرف محاضرات وهكذا. طيب ايه ده يا عبد الله؟ ثانية واحدة واحدة، يعني هو احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ انا بشرح لكم الخطوات علشان نجيب ايديا، عشان نجيب فكرة. فكرة ايه؟ فكرة بحثية. ايه ده؟ هو كوني ان انا في الكلية دي مرحلة، ايوه دي مرحلة مهمة جدا، وده البيز الاساسي، ودي اول مرحلة واول خطوة خاصة بازاي نجيب فكرة اصلا. طيب بعد كده انا في التخصص بتاعي بيبقى فيه برانشات كتيرة. يعني طبعا التخصص هو ده الحاجة الجنرال، ففي برانشات كتيرة، فالبرانش أنا بشوف برانش أو فرع منهم وبحب أتخصص فيه، وليكن مثلا نانو تكنولوجي. الأسامي دي تاني هي عبارة عن examples، لكن حطها بقى وتخيل معايا كل حد بالتخصص بتاعه. فأنا هشوف برانش من العلوم، وليكن الحتة بتاع نانو تكنولوجي ككده، فده في ناس أصلا بتاخده كميجور، إن هو ده الاستادي بتاعهم في اليونيفرسيتي أو whatever. طيب في الستيج دي ان انا اكون سبيسيفيك اكتر، فببقى بستخدم جوجل سكولر وسكوبس. واعتقد احنا شرحنا في سكوبس ازاي ان انا بس ان انا من تخصص جنرال اختار تخصص سبيسيفيك، فهنا هنحتاج سكوبس. طيب جوجل سكولر احنا في الشرح كان في محاضرة خاصة بازاي ان انا اجيب توبيك بحثي، وازاي ان انا اتخصص في مجال من المجالات الخاصة بالميجور بتاعي، وده احنا خدناه في جوجل سكولر. يبقى اذا احنا في الحلقتين دول ارجعوا لهم، هنحتاجها في الستيج بتاع ان انا ازاي اكون سبيسيفيك. طب انا هروح اجيب منهم ايه؟ اجيب منهم ريفيو. لو تفتكروا لما شرحت البوينت دي في سكوبس رحت جبت ريفيو وقلت لكم ان احنا هنبدأ بان احنا نقرأ. هتجيب ريفيو وهتطبعه وهتقعد تقرأ فيه لمدة أسبوع كامل. طبعا أنا هنا بتكلم في الستيج 1 و 2، يعني اللي هيمر معايا بستيج 1 وستيج 2 دول الناس اللي هي اندر جرادويت او بوست جرادويت، الحد اللي هو شغال مع نفسه بحث علمي ولسه مش معاه سوبرفايزر او مشرف. تمام. طيب فبالتالي هيروح ياخد ريفيو، بما انه لسه يعتبر عايز يتخصص في المجال، ريفيو واحد مش كتاب، ريفيو حديث عن مجال النانو تكنولوجي مثلا بشكل عام، ايه الاتجاهات الحديثة recent trends في التخصص السبيسيفيك ده. تمام، ده يعتبر بالنسبة لي ميجور. طيب حلو يا عبد الله، معاك جدا. يبقى سكوبس وجوجل سكولر انا عرفت هستخدمهم في ايه هنا. طيب الخطوة اللي بعد كده الستيج رقم 3، وهي ان انا هكون مور سبيسيفيك. يعني ان انا تكنولوجي ده حاجة عريضة شوية،
انا عرفت من خلال قراءة الريفيو ان ليه استخدامات كتيرة، منها ان هو في استخدام منه الاستخدام بتاع الانرجي. فبقيت لا، انا هشتغل في النانو، والنانو عرفت ان في نانو ماتيريالز معينة بتستخدم في الانرجي، فبقيت مور سبيسيفيك. طيب هروح لجوجل سكولر وسكوبس، بحيث ان انا اجيب ريفيو، الريفيو ده يكون يعني متخصص في النانو، تطبيقات النانو في مجال الطاقة، واجيبه واقراه واقعد 1 ويك، اسبوع كامل اقرا فيه واحاول افهمه بكل التفاصيل بتاعته. طيب حتة الفهم بالتفاصيل دي عندي حاجتين مهمين جدا ان انت تشتغل عليه. اول حاجة فكرة ان انت في مواقع هتساعدك في ان انت تفهم التايتلز او الكي ووردز اللي انت مش فاهمها، هنشرحها الحلقة الجاية. تاني حاجة ببساطة خالص، يعني دلوقتي ان انت في الريفيو هتاخد كوبي لكل الكلمات اللي هي الترمينولوجي الخاصة بالمجال ده. احنا قلنا في ويك ده يعني احنا هناخد ويك كامل ليه؟ علشان نحفظ، ناخد كده نطبع الريفيو ونقعد نذاكره ورقة وقلم، والله كده نذاكره طالما ان انا لسه ستيل جديد في المجال. بجيب ورقة وقلم واطبع ريفيو واقعد اذاكره كتابة، واحفظ كل كلمة الترمز المختلفة. طيب الحاجة اللي أنا مش عارفها، إحنا في ستيج 3، الحاجة اللي أنا مش عارفها هكتب على جوجل عادي شرحها، أو على اليوتيوب لو في فيديو طريقة تحضير معينة أنا معرفش ما حضرتهاش، فيديو معين، أو من على جوجل لو في كلمة مش فاهمها جوجل ترانسليت بشكل أساسي. فبالتالي في الستيج دي إن أنا بحاول يعني أجين أو أكسب أكبر قدر ممكن من المعرفة خاصة بالريسنت ترندز، بالحاجات الجديدة اللي في المجال ده. طبعا احنا هنا لما اقول لك ريفيو فانت عارف يعني ايه ريفيو، تمام؟ فاحنا بنتكلم ان الحلقة دي حلقة 25 حاضرها حد اتفرج على 24 حلقة واستوعبهم استيعاب كامل. طيب انا حابب اضيف هنا في المور سبيسيفيك ان انت مثلا في النانو انرجي ده بنسميه الريسيرش فيلد، المجال البحثي بتاعك. انت ممكن تبدا من الستيج دي على طول لو انت طالب ماستر ديجري او بي اتش دي، اوريدي انت عارف المجال بتاع السوبرفايزر بتاعك، اوكي خلاص، دي اصلا انت هتبدا معايا من هنا. فهتبدا معايا من هنا ايه؟ هتروح تجيب ريفيو من جوجل سكولر سكوبس، تقعد تقرا فيه 1 ويك كامل. طيب يبقى كده ده الريسيرش فيلد او المجال البحثي بتاعك. حلو، تمام. دي ستيج 3. ستيج 4، انا بعد ما قرأت الريفيو وعرفت ان في تخصصات في الانرجي كتيرة، انا هختار منها السولار سيلز. وفي السولار سيلز انا قرأت ريفيو كده ولا حاجة، يعني دي اديشنال، عرفت ان في اجيال من السولار سيلز منها البروفوسكاي سولار سيل. فانا من سبيسيفيك بقيت مور سبيسيفيك، بقيت فيري سبيسيفيك. والبروفوسكاي سولار سيلز. طب النانو، لا انا هختار ماتيريال معينة لقيتها حديثة جدا وبريليانت اسمها كربون كوانتم دوتس. يبقى انا خلاص حددت بناء على قراءاتي كريفيو في التخصصات او البرانشز الخاصه بالنانو الابلكيشنز بتاعتها في الانرجي، بان انا تخصصت بان انا شغال بالبروفوسكاي سولار سيلز، وكمان حددت الكربون كوانتم دوتس. ده كده كربون كوانتم دوتس ان بروفوسكاي سولار سيلز ده يعتبر توبيك او موضوع بحثي انت شغال عليه، تمام. طيب هبدأ في المرحلة دي الموضوع يختلف شوية. انا هستخدم سكوبس وتطبيق ريسيرشر. ليه؟ لان انا خلاص انا حددت كي ووردز معينه سبيسيفيك، فهبدا ان انا اتابع المجلات اللي شغاله في الحاجتين دول السبيسيفيك عليهم. وفي سكوبس هبدا اجمع ابحاث خاصه او بيبرز وريفيوز لو موجود، لان نادرا ما هتلاقي موجود طالما انت فيري سبيسيفيك ريفيو عن الموضوع، بس لو لقيت يبقى اتس اوكي. لو لقيت مثلا ريفيو سيبريت عن بروفوسكاي سولار سيلز وريفيو سيبريت عن الكربون كوانتم دوتس، فاقرا كل واحد اوكي، بس ان انت تلاقيهم مع بعض ممكن قلما شويه. طيب فانا هبدا في ريسيرشر ان انا اتابع الحاجتين دول، وزي ما احنا قلنا، وسكوبس ان انا اجمع او اجيب منه بيبرز وات ايفر كحاجه فيها يعني ممكن نقول مجلات رصينة زي ما احنا بنتكلم دايما. طيب مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا اجيب ريفيو اقراه، واجيب 2 بيبرز اتكلموا عن الكربون كوانتم دوتس في البروفوسكاي سولار سيلز. هجيب ريفيو، تمام، والاتنين بيبرز وهذاكرهم.
تمام، وهذاكر لغاية الستيج رقم 4 يا جماعة. احنا بنتكلم كله مذاكرة مش قراءة. طيب فأنا هجيب الريفيو ده واتنين بيبرز عن الموضوع وورقة وقلم. برضه هذاكر الترمينولوجي، التكنيكس، ازاي البيبرز ده ريفيو تجميع ابحاث معلومات، هلاقي فيها معلومات كتيره زي ما احنا عارفين. البيبرز هلاقي السيكونس بتاع البابليكيشن هنا بيبقى ماشي ازاي. احنا عارفين الاستراكشر بتاع البيبر، تايتل، ابستراكت، انترودكشن، يبدا بقى تحضير مثلا وبعدين تطبيق. فهتفهم ايه هي المواد او يعني طرق التحضير، هتفهم اكتر. هتلاقي ان في سيكونس ان هو بيحضر، بعدين بيعمل حاجه اسمها كاركترايزيشن، بعدين بيعمل حاجه اسمها ابلكيشن. فهتفهم السيكونس. فانت هتاخد البيبر او ريفيو اتنين بيبرز بغرض ان انت أول تذاكرهم، يعني مذاكرة في خلال أسبوع أو أسبوعين، إن أنا بعرف كل الترمينولوجي بصورة كويسة جدا وأفهمها كويس جدا، بشوف التكنيكس وأفهمها بشكل كويس جدا. الميثودولوجي، المنهجية، الميثودولوجي، ريسيرش ميثودولوجي، المنهجية في إزاي إن هو عمل البحث ده، أذاكرها. أمسك البيبر ورقة وقلم. طيب وانا بعمل كده بحط في اعتباري فكرة الماتيريالز والتكنيكس. لو انا مثلا هشتغل فعلا، لو انا طالب ماستر او بي اتش دي، هركز هشوف ايه الماتيريالز والتكنيكس الموجودة في المعمل، لان ده على اساس كده اشوف على حسب الماتيريالز والتكنيكس مثلا طرق تحضير مثلا هي دي اللي مستخدمة في الموضوع او في التوبيك ده. يبقى هبقى ملزم هحدد البيبرز بتاعتي على اساس الماتيريالز والتكنيكس الموجودة، لان ده عامل كويس جدا، مهم جدا خاصة في مصر. طيب لو انت اوريدي اصلا اندر جرادويت ولا بوست جرادويت، هنصحك ان انت تشوف سوبرفايزر موجود في التخصص ده، وتروح تشوف اللاب بتاعه وتطلب منه ان انت تكون يعني تنزل تريننج معاه اللي هو شغال على التوبيك ده. واحنا قلنا ازاي ان انا اشوف الاوثرز اللي في مصر اللي شغالين، اللي في الجامعة او اللي في مصر بشكل عام في الجامعات المختلفة اللي شغالين على التوبيك ده. سهل جدا، انت جاي لي هنا في الحلقة 25. طيب يعتبر يبقى تمام كده. يبقى انا كده قريت الترمينولوجي تاني والتكنيكس، وكمان ان انا ادجستد على الحاجات اللي موجودة، فهمت الميثودولوجي بتاع منهجية ازاي ان الراجل بيعمل ريسيرش يعني. حلو قوي، خلصنا مذاكرة. نبدأ الستيج اللي بعد كده ان انا اقرا ابحاث بيبرز جديده، وابدا ان انا اشوف الناس وصلت لايه جديد في الحته دي. فانا هنا في الريدنج هقرا بيبرز هجيبها من ريسيرشر، وعندي ريسيرش رابت ان انا في ريسيرش رابت زي ما شفنا التكنيك ده بتاع ريسيرش رابت، ان انا اقعد اقرا الابحاث الكونكتد بتتكلم على الكربون كوانتم دوتس مثلا، بروفوسكايت سولار سيلز، واشوف كل حد قال ايه من خلال التايتلز بس والابستراكتس. هنا في المرحله دي جاست بس مطلوب التايتل هتفهم منه. طيب لو ما كانش موضح قوي هتخش ابستراكت بس. فانت هنا في الريدنج هتجيب لك بقى 20 30 40 بحث ريليتد قوي بالبوينت اللي انت عايز تجيبها. احنا هنا قلنا ريسيرشر وريسيرش رابت، هستخدمه بداية من هنا. طيب هيبقى في نصيحة ان انت تركز عليها، ان انت فكرة الكونكلوجن لو في ريفيو عن الموضوع. الكونكلوجن ليه؟ لان الريفيو بيقول لك ملخص الابحاث دي كلها وصل لايه. ده ممكن يكون من الستيج اللي قبل كده. طيب فكرة الفيوتشر برسبكتيفز الموجودة بشكل عام بيبقى موجود في البحث. احنا قلنا او في البيبرز الفيوتشر برسبكتيفز التطلعات المستقبلية دي ممكن تساعدك في ان انت توصل للستيج اللي بعد كده انت تشوف اخر حاجة ايه. طيب فده كده يعتبر جزء الريسيرش او بنسميه ليتريتشر. انت بتجمعه في الستيج رقم احنا بنتكلم 5، بحيث تشوف اخر حاجات موجودة ايه، بحيث انت بتطلع عليه. طيب خلاص قرأت كتير، هتوصل عند وقت معين ان انت ريسيرش جاب في حاجة كده ناقصة هنا، في حاجة مش متوضحة هنا،
في حاجة انت فكرت فيها ان احنا والله الراجل استخدم كربون كوانتم دوت في البروفوسكايت. طيب في نوع ماتيريال معين لو اتحط على الكربون كوانتم دوت هيدي افشنسي عالية للبروفوسكايت. طيب في مشاكل البروفوسكايت ممكن تتحل بس لسه ما اتحلتش، الكفاءة او الثبات بتاع البروفوسكايت فيه مشكلة. بناء على الريدنج بتاعك هي دي يعتبر نقطة جوهرية قوي. هتقدر تلاحظ ان في ريسيرش جاب في حته كده جايه، جاب يعني ايه؟ يعني حته عارفين انتوا فاضيه كده، او جاب بين البيبرز كلها محدش اتكلم فيه. فهتبدا ان انت تعمل هايبوثيسز الفرديه بتاعتك ان انت هتلاقي الجاب ده تطلع منه بايديا او بفكره ان احنا ازاي نحل الجاب ده. ان والله لو استخدمنا مع كربون كوانتم دوت ماتيريال تانية هتدي كفاءة أعلى. فبالتالي هفترض الافتراض ده بناء على ايه؟ بناء على ان انا شفت بحث للكربون كوانتم دوت ادى كويس، وبحث تاني للماتيريال التانية ادى كفاءة كويسة. طب يبقى الاتنين مع بعض ممكن في التطبيق ده يدوا حاجة كويسة. فبالتالي بتعمل هايبوثيسز فردية، وبعدها بيبقى البروبوزال بتاعك something ان انت توصل لفكرة جديدة او ايديا جديدة باستخدام برضو ريسيرش رابت. ان انت هنا بيبقى خلاص بتسجل بتشوف الناس updating بتنزل ايه في البوينت بتاعتك. وفي الريسيرش رابت انت المفروض بتشوف بقى التايتلز للناس القريبة في التخصص بتاعك. ده كده بشكل عام. هنا طبعا سكوبس وهنا ريسيرشر بان احنا بنعمل منهم داتا كوليكشن بصورة كويسة، او سكوبس بشكل اساسي. وفي الستيج بتاع سكوبس بقى الاستاتستكس زي ما احنا قلنا والحاجات الكويسة جدا. يعتبر ده كونكلوجن، وانا ما دخلتش في تفاصيل استخدام المحركات البحثية لان انتوا المفروض كنتوا مستنيين حلقة تجمع لكم كل ده. وقلت قبل كده ان انا في اللعبة بتاعة السيكونس بتاع السلسلة دي ببني في كل مرة بصورة غير مباشرة لعقلك سؤال هو مستنيه يعني. هو النهاردة كان مستني الحلقة دي. طيب وهكذا. فدي السيكونس بالشكل النورمال او الشكل اللي انا حابب اقدم بيه الكونتنت ده. اتمنى ان محدش يكون سامع المحاضرة دي وهو عنده لاك وعنده مشكلة في كل الحلقات. انتوا هتلاقوا كلمة something new دي انا كاتبها something new، بس الحقيقة ان احنا خدنا قبل كده ان في something new دي ممكن تكون كذا حاجة. طيب انا كاتب هنا جوجل سكولر وكاتب سكوبس، بس انا هنا في جوجل سكولر وفي سكوبس انا كل واحد قايل حلقة فيه بحيث ان انا ازاي اوصل للبوينت دي. فبالتالي جاست بس الحلقة دي كانت تجميعة افكار، تجميعة ال 24 حلقة اللي فاتت، بحيث ان انت توصل في النهاية ان انت تقدر توصل للحاجة الاجمل في البحث العلمي، وهي ان انا اجيب حاجة جديدة، ان انا افكر في حاجة جديدة. المثلث ده بيعبر عن ان الحاجة الجديدة بتاعتك هي بوينت بسيطة جدا. انت مش هتخش او ان انت مثلا هتقعد في البيت فهتبص للنجوم، فاللي هو نظرة للنجوم فقال ايه؟ فقال هي ليه النجوم جنب بعض؟ فقال طب ما نشوف. لا طبعا في حاجة اسمها research methodology، في منهجية معينة، في ترتيب معين ازاي ان انا اوصل للحاجة بشكل صحيح. مش بس بالمثلث ده، عشان تعرف بس ان الاسهام بتاعك بيكون بوينت صغيرة جدا جدا جدا، حاجة كده بسيطة بشكل عام. لكن الأكيد كمان بلس إن ده المثلث اللي بيعبر عن إن أنت من حاجة جنرال للسبيسيفيك، مور سبيسيفيك، فيري سبيسيفيك، تبدأ تريد كتير لغاية لما توصل للجاب. نفس اللي أنا عايز أقوله بالظبط السيكونس بتاع المحاضرات بتاعتنا. أنت مش هينفع توصل للجاب وأنت ما مرتش على الخطوات دي كلها. نفس الفكرة، انت مش هتعرف توصل او تفهم بشكل كويس الحلقة دي الا لما تكون جبت كل الحلقات اللي فاتت كلها بفهم قوي وبتركيز عميق. بس كده حلقة النهاردة بصراحة من الحلقات الواحد مبسوط بيها جدا، او كنت مستنيها لاني ببني ليها بشكل كبير خلال الحلقات اللي فاتت. اتمنى ان انتوا تدوني فيدباك عن هل اللي انا عايز اوصل له وصل لكم النهارده ولا لا. التاسك بتاع
الحلقة دي هو mention a suggested idea in your research topic. دي ممكن تاخد منكم وقت، it's okay، يعني just تخلصوها وبعتوها لي على الميل زي ما احنا عارفين ازاي هنسلم التاسك. او حتى في الناس اللي هم الممبرز بتوع بتوع ERI، يعني ما فيش مشكلة ان هم يسمحوا لهم بوقت كويس بحيث ان هم يقدروا يعملوا التاسك دي. طيب يا عبد الله، انا يعني انا دلوقتي ممكن اعمل الايديا بس مش هطبقها لان انا لسه صغير مثلا، او لسه ما عنديش فرصة كويسة اللاب او كده. لا عادي، جرب، جاست جرب، يعني جاست ان هي فرصة ان انت تجرب، شوف انت هتقدر توصل لحاجة زي كده ولا لا. ليه؟ علشان لما يطلب منك مثلا في مشروع بحثي او في رسالة معينة، فيبقى انت كويس، يعني تقدر تعمل اللي هي الحاجة الأخيرة خالص اللي احنا كتبناها، اللي هي البروبوزل اهيت. بحيث ثانية واحدة، كلمة البروبوزل دي الفاينل أو الحاجة الأخيرة اللي احنا نوصل لها بعد كل ده. فإن أنت تقدر تعمل بروبوزل بشكل كويس، ده هيجي إمتى؟ لما أنا أكون عملت واحد قبل كده أتليست، ممكن يكون هي التجربة الأولى، ممكن التجربة الأولى تبقى كويسة وتعرضها على مشرف ولا حاجة ويبدأ يشغلك على طول. طب لو ما اشتغلتش خليها معاك، لأنك ممكن تطور فيها بعدين في المستقبل ان شاء الله تحصل على تمويل بحثي للبوينت دي، او ان دكتور شغال على المشروع ده ممول ان هو يقبل ان انت تنفذ الفكرة دي عنده. بس كده مطولش عليكم، اتمنى بجد اسمع المرة دي رأيكم بشكل عام في ال25 ليكتشر اللي احنا خدناهم. بس كده، وشكرا ليكم، واشوفكم حلقة جديدة ان شاء الله.